باسم شريف حمو. عبده. باسم شريف عبده. بشرح عن دايرة الساحل. فردي مستقل. فردي مستقل. طيب شايف الانتخابات ايه وشايف عزوف الناس عن الانتخابات ازاي هتعمل حشد؟ والله انا عن نفسي انا نازل يعني معايا شريحة من الناس مش هتشارك اصلا اللي هي الشباب. تمام. فانا نازل الحمد لله عشان بس عارف مشاكلهم كويس. يعني انا مش دارسها بقى، انا فيها زيهم. يعني انا دارس المشاكل معاهم وعارفها، مشاكلهم هي مشاكلي، عشان كده سهل. انما انا بكتسب خبراتي من لو بالنسبه للقوانين سواء ايا كان عندنا قوانين هيبقى فيها حاجات مهمه جدا بتتعدل، لان احنا تعالى اختلفنا اتفقنا ان المرحله الجايه حضرتك هيبقى اساسها ان انت عايزين نعدي بخريطه او معنى الاستحقاق الثالث لخريطه الطريق. الاستحقاق الثالث ان احنا نعدي انتخابات برلمانيه عشان يبقى نكمل منظومه كامله تبقى مصر قدام العالم زي ما احنا شايفينها ونتمنى نحققها. الخطوه الجايه سواء ان انا عشان اعدل او اخد ادرس في خلال اسبوعين من اول انعقاد للبرلمان او اكثر من 500 قانون، مستحيل ولا جهابزه القانون يقدروا يقولوا ده. انما عشان المرحله تعدي اوافق على ده الاول وبعد كده نبتدي اي قانون تاني. انا النهارده انا عندي تحدي وانا واخد مع الصناعه ان انا اعدل في خلال المرحله بتاعت بلاش دور الانعقاد الاولاني، لا في خلال المرحله بتاعت 6 سنين الخمس سنين اسف دور دوره مجلس الشعب الاولى بالنسبه له لا هيقدر يعدل ده وهيقدر يبقى هو على الاقل. النهارده لما تيجي تسمع انا بسمع صوت شاب، مش النهارده نقول المشاركه الشباب لا ده النهارده هو مش بيحمس زمايله اللي هم كانوا ناخبين، لا هو بيقول انا نازل وبطرح نفسي للعمل العام وانا بحارب وفي حقبه اللي هي الايه اقل من 30 سنه. لا ده كفايه ده يتشجع. انا واحد من الناس بقول لا انا هقف مع باسم شريف النهارده رمز من رموز الشباب اللي بتحقق المجال العام دول. انا نفسي اعمل حاجه هشارك، مش هشارك بصوتي بس، لا هشارك بجيلي وهمثل جيل اكيد الحماسه هتدب فيه اما يلاقي يقول لك شريف معظم شريف او انا مش عايز اقول باسم نفسه باسم، لا هو مثلا جيل او في ناس كتير جدا مع باسم متفاهمين الوضع اللي هو بيعمله مبسوطين جدا جدا. في تجاوب من الشباب، في تجاوب من الناس الكبيره مش شرط الشباب لان دول يعني فرحانه بيه. في شريحه من الناس الكبيره يمكن ما كانتش هتشارك لما يعني حاجه جديده ان شاب عنده مثلا 27 سنه ينزل مجلس النواب، ده شيء غريب ما حصلش قبل كده. ففي ناس كان يعني انا بنزل بسلم على الناس وبكلمهم. انا معروف هناك الحمد لله في المنطقه بالحب والاحترام وكده. فلما واحد كبير يشوفني هو حضرتك مرشح عن دائره ايه؟ الساحل. فلما حد كبير يبقى مثلا مستاء من المرشحين المجلس يعني الحزب الوطني القديم كلهم هم اللي نازلين تاني. طب تعليقك ايه على اللوائم؟ القوائم، تعليقك ايه على القوائم؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ علق يعني حضرتك شايف ان القوائم اصلا يعني صح اللي هم عملوه وغلط اللي هم عملوه، مع ان يكون في قوائم ضد القوائم؟ هل القوائم مفيده بما ان حضرتك دلوقتي في مجال الانتخابات؟ لا هو من ناحيه القوائم انا مع القوائم جدا. وشايف انجح قائمه حاليا وهي ان شاء الله دي يعني انا شايف الاصوات كلها معاها قائمه حب مصر سامح سيف اليزر طبعا استاذنا كلنا.